جلست أرتب الصحون فوق طاولة بالكاد تتسع لاثنين. أحاول أن أقنعها أن تتسع لأكثر، كما أحاول أن أقنع قلبي ونفسي أن ترضى بالقليل. كانت الصحون كثيرة، أكثر من المعتاد، كأنها تحمل في صمتها رغبة قديمة في الاتساع، في الدفء، في بيت لا يضيق بآله ولا بأحلامهم. توقفت لحظة ونظرت حولي إلى جدران المنزل الصغير. شعرت وكأنها تقترب مني شيئا فشيئا، تضيق علي وتهمس: هنا حدودك. أغمضت عيني وهربت بعيدا بعيدا إلى صورة رسمها خيالي تشبه تلك التي أمامي. رأيت بيتا جميلا قائما في هدوء الطبيعة، تحيط به الأشجار من كل جانب، أشجار مثقلة بالثمار تلوح بأغصانها كأنها ترحب بكل من يقترب. طريق طويل يمتد نحوه، مرصوف بعناية، كأنه يحكي قصة الوصول بعد طول انتظار. وعلى جانبيه تقف الأشجار شامخة تظلل الطريق وتمنحه الحياة. كان البيت بسيطا في شكله، لكنه واسع في معناه. نوافذه مفتوحة للنور، وساحته تحتضن الضحكات، وسياجه لا يحبس بل يحمي الحلم من التبعثر. هناك لا تضيق الطاولة بل تمتد لتكفي الجميع، ولا تعد الصحون عبئا بل علامة على الوفرة، على القلوب المجتمعة، وعلى حياة تتسع كما ينبغي لها. ابتسمت وأنا أرسم بقلمي الأسود بيتي الجميل، كأنني لا أخط خطوطا على الورق بل أمد جسورا بين الحلم والواقع. كنت أضيف نافذة هنا وشجرة هناك، وأوسع الطريق قليلا وكأنني أوسع صدري معه. كل تفصيلة أرسمها كانت تشبه أمنية صامتة، وكل ظل أضعه كان يحمل طمأنينة خفية. لم يعد القلم مجرد أداة، بل صار مفتاحا أفتح به أبواب بيت لم يبنى بعد، لكنه يسكنني منذ زمن. شعرت أنني وأنا أرسم أرتب حياتي كما رتبت تلك الصحون قبل قليل، لكن هذه المرة بلا ضيق، بلا عجز، بل بأمل يمتد كذاك الطريق الطويل نحو البيت. رفعت القلم قليلا وتأملت ما صنعته وما صنعته يدي، فهدأ قلبي وأدركت أن الحلم حين يرسم بصدق يقترب خطوة من أن يعاش، وأن سعة البيت ليست في مساحته فقط بل في رزق يباركه الله لنا وقلب مطمئن يسكنه.